ازيكم يا حلوين؟ وصفتنا الليلة سهلة وبسيطة، هي الملوخية بالدجاج. المكونات: ملوخية مفرزة، وبنحتاج لقطع من الدجاج، بنحتاج لحبة من الطماطم، وثلاث حبات من البصل، وأربع فصوص من الثوم، وكعب ماجي. البهارات الأساسية: ملح، فلفل أسمر، كزبرة، هيل وقرفة، وسبع بهارات. الملوخية حنقدمها مع رز، فحنحتاج إلى زيت، وحنضيف ملح، والرز المصري منقوع ومغسول، وماء دافئ يغطي الرز، ونتركه لمدة 10 دقائق. في إناء آخر نضع قطع الدجاج على الزيت ونتركها تتشوح، ومن ثم نضيف البهارات المذكورة سابقا. نستمر في التحريك والتقليب الدجاج مع البهارات. من ثم نضيف البصل، الطماطم، ونقلب ونحرك. نضيف البهارات الصحيحة من قرفة وفلفل أسود وقرنفل وهبهان. نستمر في التقليب. بعد ما يتغير الدجاج للون الذهبي قليلا، نضيف الماء الساخن حتى تستوي شوربة الدجاج. ما ننسى ورق الغار، وكذلك مكعب الماجي، ونتركه لمدة تلت ساعة حتى يستوي الدجاج. بعد استواء الشوربة نصفيها، ونضيف في الإناء الملوخية، ومن ثم نوازن كمية الشوربة مع الملوخية على حسب، إذا حبيتوها تكون سائلة أكتر أو متماسكة أكتر، على حسب الرغبة. 10 دقائق نخلي الملوخية تستوي. في نفس الوقت نحرك الثوم في الزيت. بعد 10 دقائق نضيف الثوم إلى الملوخية. طبعا قطع الدجاج ممكن تحمر أو تشوح في قليل من الزيت على حسب الرغبة. A few moments later. أهم حاجة ما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، وشيروا الفيديو وفجروه لايكات. والسلام عليكم.